آياتا بينجو شراء ندست بكن صحيفة السهوشش ماله خدای تعالى أمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكي فتولى عنهم فما أنت بملوم يا رسول ما اجدبوا مشركة بردة فما أنت بملوم تجدب جي برداني ناي لو مكرن ناي رخ نكرن تا وظيفة قوى كريا تلسر و نائشة كو مسلمان نابن راحت سس نبا ايش يتصادجا تبليغا وذكر بجل كوت اعراض خجوات كي تلسر و نائشي جي لديسا تذكير بكا ديسا بيرا وبينا فإن الذكر تنفع المؤمنين المحقق الدير آنين منفعت بده انسان مؤمن ويا اوكو قابلیتاوی ایمان را قابلیتاویش ایمان را هيا خدای تعالی به ذکر به آمین منفعت ده فتولى عنهم فما انت بملوم إذا فتولى عنهم يا فتولى عنهم هاي سيدا بالشدية وبية امره تبكي أمره بلش بركو امره تولى متولى اخوان آسف بلش عفوا فتولى عنهم بلش فما أنت بملوم خلاصة شاوت به خدا چه إرادة كريا في أمري يعني فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة في إعراض قبك جواي قوت سرقت دعوة السوا تكرار بكي وتجوارت بيجي فلم يجيبوا وتقالوا جوابات نابن تسليم نابن مؤمن نابن وعرفت عنهم العناد واللجاجة وتتزاني كات شقدر عناد وهيا وإصرار بكن سر كفرين ووقت فلا لوم عليك في إعراضك لوم سرتتنا كاس تا رخنناك كوتا إعراض كريا تشتي بعد ما بلغت الرسالة تشتي تا مساج جفا تشتي تا رسالة تبليغ كر لو ما السرتتنا كوت السر ونائشي وتبشتا قبديوا وت إعراض جوابتي بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة اشتي كوتا حتى درجة فاشية جهد أخوة استعمال كر التبليغ كرني والدعوة ذا لو ما السرتتنا ولا تدع التذكير والموعظة بأيام الله فإن الذكر تنفع المؤمنين لترك تذكير نكا تذكير وبك وعزل وبك بضاء روجن هنيك لورا فإن الذكر تنفع المؤمنين النظام أوي أف بأيام الله أو وش در خصية يعني أو إذا تذكير كل بيجا تذكير ما مضاي بلا خوخه يعني تشتكي شيء بد بيوي بلان تشتي بلا خوخه التذكير ما مضى تذكير أيام خديك خطروان الأمتا بليه هلاكي وحالوان وفلانوان بلانوان لما كنت بأيام أيام الله شوي أو دايمة سيدا مال جمال أيام الله يعني أب روجي خدا كل وقا سيدا كو لأمته بري درباسونا بلا ومصيبتها أو معنويا يعني مدقو عامة الصادجة نا بأيام الله يعني مقصد بأيام الله وتشتكون أخوة واقع بين دواء أيام هذا بلى فإن الذكرى تنفع المؤمنين الأورا دير آنين محقق منفعتها مؤمنات ده مقصد مؤمنات شكسن أي بلى أي تؤثر في الذين عرف الله منهم أنهم يدخلون في الإيمان أو بيرانين تأثير بك
اتكيد دي السر كسي كو خدا زانية كو داخل إيمان ببن وإيمان بينن يعني باعتبار ما يقول إليه ويا أو يزيد الداخلين في إيمانا ويا بحثا أو يكون بالفعل مؤمنا إيمانا وبذي تذكيره زيادة سيدان معجم العرب أيام الله نقمه في الأمم الماضية كما يأتي بمعنى نعمه إجواتية وذكر بأيام الله سورة إبراهيم آيلها إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أما بمعنى وكي سيداغو يعني نقمه في الأمم الماضية السيدة هذه إشارة كيف قال المؤمنين بدون معنى كل آية زيادة إيماني به أو بذاتي من أراد بجه وكمؤمني باعتبار ما سيقول إليه به كيش خبيلا إني أراني عصر أو يعني كاجي جاب بما يقولش هي بالمؤمن أما عودة نابهم مؤمن أزولام إيمان زيادة بو كي منابه المسألة كي دنابا أهل كلام داية يعني مثلا لبا تخمين دكم لبا أهل السنة إيمان كي مو زيادة بنوصا لبا معتزلة زيادة كيم بل أهل السنة زيادة كي منابا تمام إذا ما كي شرط بالوي باتكا أبو حنيفة رحمه الله ببي من كامل إيماني وكي إيمانا جبريل ماله بشتيكو خطاب المشرك راتي كرن او تفسير اول وكاد دها زحتر مناسب شديد بله كل شيء غير في شيء بله وروي انه لما نزل فتولى عنه وقت كؤف آيات نازل بحزن رسول الله پیغمبر محزون دي عليه الصلاة والسلام واشتد ذلك على أصحابه السر الصحابي بيجي كي أمر هنيك جرانها لو رأوا ديتن أن الوحي فهم كرنكو أن الوحي قد انقطع بوتن تجدب وبربا نخوين دي تبليغ نما مساج پیغمبر كي نما نقوت جوارا بيجي يدي صادجا وقت عذاب السرواد وري أبدش نجكرن ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر يدي فأنزل الله وقال تعالى يدي قوة ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني إعراض خجوة بكي دمك تلسر نايشي أما أو تبليغ وتذكير أو هر وقت دوام بكي أو انقطاع جرت في النار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني مخلقيتا جن إنسانا نكريا إلا جبو عبادة مبكين إلا جبو الناس كرنا خده أو ناس كرنجي بعبادة خدا شد بعبادة شد نا احتياجيا من بالوابا هيا وكو احتياجيا سيدا قال عبيدا وهيا نبي شكلي صادج جبونا وعبادة المبكن بأمره نهي مدبن من أو خلقان أي وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة يعني أولام جبونا علتا نجبوا عبادات أنجق خلقية وكرية ولم أرد من جميعهم تمام ومن نفسك إلا إياها إلا كو عبادة المبكن من نجبنا منفعات جواب بينهم خلقان بنا فإن قلت لو كان مريدا للعبادة منهم اگر خدا مريدا يعني خدا بجواد قادبه إرادتك لازم مخالفت إرادة خدا دا چنبه أو إرادة خدا تمام ببيه لكانوا كلهم عبادا لازم بالوقت منكر كافر نمينن تب ببن عبد خدا تب عبادت خدا قبول بكن بل اف احتراس وري كده قلت از جواب بدم انما اراد منهم خدا ابجوا اراده كده ان يعبدوه مختارين للعباده يعني كو دجال اختياريه وا بل كو اختياريه وا
وی جزء اختیاری کو عبادت او جزء اختیاری کو خدا به انسانا و بوی یعنی اوجی اراده خو استعمال بکن برای خو بدن عبادت خدا ها خدا به جواب خواهده لا مضطرین الیها نکو خدا و مجبور عبادت بکن وقتی کو به معنا مجبوریت وی وقتی به تمام انسانا و عبادت خدا بید يعني بله بقدينا خوزي بقدينا بقدينا جوابا يبدأ لأنه خلقهم ممكنين لو را خدا خلقيته تمام انسانا ممكن جن وإنسان تبين دعوة وما خلقت الجن والإنس بشيء بله لأنه خلقهم جن وإنسان بله لأنه خلقهم بله لورا خلقيته إنسانا كليا حال كونه ممكنين يعني فو تمكين جوارة شكلها استطاعت وقابلية جوارة شكلها فطرته وضع شكلها فو إمكان جوارة هبه وبقار من إرادة خد كيجان طرفي ده استعمال بكن إذا فاختار بعضهم ترك العبادة هنا جوا اختياريات تركي كرنا مع كونه مريدا لها دقلق خدا إرادة عبادت كريا أما أو ترجيح واختيار أخوة بالتركي ده كرنا ولو أرادها على القصر والإلجاء وخدا إرادة عبادت جوا كربيا السر قصر وإلجاء يعني السر باسطي وإكراه لو وجدت من جميعهم وقتي شخونا ممكن بمخالفة شبه وتمام لو وجدت العبادة أو ضميرة وجدت راجبا العبادة لو وجدت العبادة من جميعهم بله لو وجد أو عبادة من جميعهم بله أظن يعني وكي كويبان بابا جهنمي لأن جهنم يكتنا كيتي كذلك مجموع اشترصاب هالكس عبادة الدبردا دي صدابة أهل السنة كابية حلكن كابية مقول دي صدابة زمخشري دابة أهل السنة تمام إرادة خده إرادة وي يعني قال بني بالإنصاف بني بني من عادتي إذا رأى ظاهرا يوافق معتقده أولد مذهب أهل السنة سؤالا وأولد معتقده جوابا والجواب الذي ذكره لا يصح فإن السؤال مقدمته عقلية قطعية سؤال والظاهر إذا خالف القطع وجب رده إلى الأدلة القطعية وظاهر الآية دليل لأهل السنة شما لأنها صيغت لبيان عظمة الله وأن شأنه مع عبيده لا يقاس بغيره فإن عبيد الخلق مطلوبون بالخدمة تكسيبهم للصادة وبواسطة كسب العبيد تدر أرزاق صادتهم والله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا طعاما بل يطلب منهم العبادة لا غير وزائدة على ذلك أنه هو الذي يرزقهم فحاصله وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادته ملك أبيات انتصاب هو أبا هني كما أبجبه داري فهم نكر صادجة تشتو من فهم كر وكان رد السر جبريابه نكو أنبجن رأي خالبه داري دا نشاندن وردا سنيا كريا شبكو ذاتا مذهب مجي أبا يعني مذهب من أبا دقيقي خدا مريده من تمام إرادة خدا بالتمام يعني بأبيك عبادة دكنجي بأبيك عبادة ناكنجي إرادة خدا بيتنا يعني نمورد كي مكرها نمورد كي مجبرها مورد كي يعني كو جزء اختياري خسير دسته جيكي يعني بوي شكلي مثلا الفرقة إرادة وفرقة رضا إجهاب آيات كنا خطديها سلام على خالي جلبه مريدة جبو خير الشر ولي رضاوي تنين بشولا نلي جبو خير الشر تبقض عن مريدة اما بيوصنكو
سیده ملا ویسی چه دنگی خوناکی ادوار گوداریت کم گوداریت کی جی کو اکبت گوداریت کی گوداری نکه جی راحت قای جابی گوتنی ناک آجی اول بيجن چه بيجي مثلا معتزليت بيجن يعني إرادة خدي أو كنا بني إرادة خدي جاب دقتينن أنا شو أكر أما أم دبين تشتكي يعني أو دبين الشر نه إرادة خديه شر بي خدي تكرنا فاعل الشر خدا فاعل الشر نينه دیا مسئله کربه که اینجا شدور فقط تواز میشه جنا بینا ایرادا که ام فهم دکن ایرادا که ام فهم دکن جدو ایری öyle ایرادا که ام فهم دکن اوی ایرادا متعلقاوی به فعلی و چنه sadece خود تعالی insan دوی آرای دا قوت که بکجی کاره نکجی کاره اوی قوتی دیده فقط حس كرنا ويجيء حس كرنا ويشكرنا عبدي طاعت فقط معتزلة إرادة بمعنى أوكي معناتك بمعنى خدا إرادة كربة قرابة ده halbuki إرادة كرنا فعلين نه إرادة كو مختخيرة يعني مخيرة نابينا كرنا كرنا وقتا خدا يكون بوري وامة قصريبة وده بكش خود مجبور بكن میکارن نکن ماله وقتی آن ملائکه کارن به امریا خده نه قوتا به امریا خده بکن دوان داد نکن ماله يعني از بگا از بانیش عبارتی وی حال فهم دکن و کپو شخوا گروشا سنیا بشه نه چون بشه ان يعبدوه يعني أرجو إرادك يا مختارين للعبادة يعني وقتك وعبادت بكن أو جزء اختياريش جواره هبه نوا مجبوري سوق دكي بالعبادة والجزء دخل دست وادا وإرادة جواره إنما أراد منهم أن يعبدون مختارين للعبادة لا مختارين إليها ما أمجنات بشكل بيجي يعني خداش پیغمبر رضی علیه السلام دبي وان زورلامیش نکه جخو من وان خل خیدش بو عبادته کو اگر بکن بکیفا خو تمام سر چاوا جوان تی قبول کرن اما بزوری نکه بوان را لا فإنك ما بعثت إلا للدعوة وما خلق الإنس والجن إلا لأن يؤمروا بالعبادة لأنهم مكلفون امتحانا وابتلاء يعني إرادة اختيارية إرادة اضطرارية سنة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني من أجوا نرزق خازن نماذ خازن ونا منفعة خازن إن الله هو الرزاق شوية رزقات ده يعني أزم يرزقات ده خدايا إن الله محقق خدا هو الرزاق أو رزاق ذو القوة المتين خدايا تعالى خوي وقوته المتين أو يكو يعني متينة أو يكو وديكي قوتلية وديكي قوتلية بس يريد خدا بإرادة كشبه آياته أن شأني مع عبادي حال من دقل عبادة ليس كشأن السادة مع عبيده نوك دروما سيدة دقل عبيده واحد فإن ملاك العبيد أذكو مالك عبيدنا أذكو عبد وهنا إنما يملكونهم يجبون شيء وخيبك ودبن هبدبن مالك ليستعينوا بهم دبوا آري كاري بسطينا في تحصيل معاشي دكو معاش إخوة معيشة خط تحصيل بكن وأرزاقهم في رزق إخوة بدن هذا وزنجين بك يديش بربي قاسي فإما مجهز يعني أوعد يانوا حاضر بكن في تجارة وداخل تجار ليوفي ربحا دا كار جوارا بدن دست خستن
أو مرتب في فلاحة يان قوا وظيفة دار بكن الجوطادة شلغدا يعني جبونكو ليختل أرضا دوي أرضي دوي أرضي خدا منفعت بدن وي أرضي بتشينن ذلتاوي يعني جلراوي راوي بدز بخن أو مسلم في حرفة يعني وي داخلنا في صنعت كده لينتفع بأجرته تكون منفعته بأجرته منفعته بدينا أو محتطب يعني فوا داخل داربان كجوارا داراب بنها أو محتش يعني فجوارا دياب بنها أو طاطخ يعني فجوارا طعام شكل أو خابز يعني فبن فرن شيوا جوارا نان شكل وما أشبه ذلك شاشيت صنعته يعني هر جبونا كم منفعته جواب دين وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن جوا الصنعة المسلكة والتي هي أو صنعة المسلك تصرف في أسباب المعيشة وأبواب الرزق سبب معيشته ويدري رزق ورزق بدن أذكرن بالتصرفات وصنعة المسلكة هناك تبقى وده تعالى بجاء أزنوك وسيدة دقال عبد وام فأما مالك ملك العبيد أما أو مالك حق أو يكو مالك تمام عبيدة يعني وقال لهم بلى يعني أو مالك أو سيدكم بشكل عبد خربجي نوك الشكل مرجور قوتي اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم يعني هن شاوى مسعود ببن هن شاوى مطلوب ببن بويش مشغول بوي ببن الجبونا خوشيا خبش خلق ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي أدبش هو ناخذم وأسعيش هواب بالكلام وهين الرزق من في بدنها ولا رزقكم ويا وهين في الرزق خب يعني بدنها أزمي رزقي بدنها وأنا غني عنكم وعن مرافقكم احتياجهم بهواجتنا ومنفعتك وهين بدسجي بخن احتياجهم بهواجتنا ومتفضل عليكم برزقكم أزي بزيدوي بدم هوا رزق هوا نا بمعيشته دست هوا نا قوزان هوا أزي بالرحمة فا برزقي بدم هوا وبما يصلحكم أزي ديسا تفضل السر هوا بكم بواتش تكو عيشي هوا الهفينة ويعيشكم وكو معيشته هوا بدأ دوام كرن أبا هنيك تفجي من عندي أزيش بقدم هوا نكو هين بخدمته أخوة وبشغلان دنا دست أخوة بيجين فما بلي لجا فأما مالك ملك العبيد وقال له أويكو بشكل به فما هو لأنه وحدي مطلقة أما هي أو صادة جمفدة كذب بشكل في النهار المتين الشديد القوة أو قوته زدايا قرئ بالرفع المتين صفة لذو ذو القوة صفة ذو القوة المتين وبالجر ذو القوة المتين صفة للقوة ببس صفة جبونا قوتها ذو القوة المتين قوة وي وقتي مؤنثة عقد وي وقتي قلت ذو القوة المتينة على تأويل الاقتدار يعني أصلا البدر إذا هم قوات يعني هذا معناه مصدر ومعناه اقتداره ذاكو المتين بصفته ومتين جد بصفته والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة وخدا قوية خدا متينة شو خدا هاتيا وصف كرن بوصفه معنوي أبا أنه القادر أنجا خدا قادرة البليغ الاقتداري أو يكون اقتداره وزياده على كل شيء أنجا خدايا وقرئ الرازق يعني جاء صيغة مبالغة الرازق بمبالغة وفي قراءة النبي في قراءة كبيرة صلى الله عليه وسلم إني
أنا الرازق بل وفي قراءة النبي بل دمك يعني قراءة النبي قراءتك يرفع إلى النبي نكو پیغمبر پیغمبر نانا شوات نا يعني أبا هنيك نا آياتا أبا هنيك حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام نا مالا جمال بل مالا جمال كلامك من ديتيه بيا ديتيه نكو نقرا أنا الرازق آياتا طبي اوج قراءات كيه كتيب مرفوع الى النبي مجي ويشك ذاتا كنت بجي قراءات ويشك اللي في معنى كده طبي عين وصل لبالي الزحف زي فرقيات كتنا وبينه في جملة ده هي بالبال يعني ذو القوة المتين وإني أنا الرازق هيش نامي زكي هذا حتى كونوا بيجي أجي قراءات أزولا قراءاتك بلا شبهاتك شيء نبو باشا نتشمع بني چونکی نت جارگی تری دهاتی ملینیرتی آواج سری کشافی حتان ها سیده ملاویش لیل خبرداره محطات قلت شما في قراءة النبي يعني قراءة كيش غير إيه النبي تي قبول كرن نبوي معنى قراءة بيغمبر بيعطي قلنا قراءة يرفع إلى النبي أو كيهبو اللي صار قراءته دجل ده دويدر ضامدي أبا زلكشي نظام هذا تجمع فهم نكر يعني احترازكم الكبير بجي وفي قراءة النبي أريتهم يعني وفي قراءة مثلا ترفع إلى النبي أو تمام لبالك بجي إني أنا الرازق يعني بجهة كي جانبية جهة ذو القوة الشيات يعني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإني أنا الرازق وأفضل باستعمال كده أبج مرة غريب تشنكو إني أنا الرازق وإن الله هو الرزاق يعني زعج شاب دورن أبشارة يعني عندي قراءتي وشاز با قراءتي وقراءتي سبعة با قراءة شبه يعني أب قراءة هي ديما كلهم مال أزبي هول معناتكم أجمع في قراءة النبي يعني في خبر عليه الصلاة والسلام ده حديث فدا لفظ رازقه جبونا خده استعمال كبير نا وقرئ الرازق وفي قراءة جي عيني عطب سر بيد البيان تمام مالي زمان ايش فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون بله محقق جوائنكو ظلم كرنا باوري پیغمبر نانینا تکذیباوی کرنا علیه وی در کتنا جوار نصیبك هيا يعني جوار عذاب هيا مثل ذنوب أصحابهم أين وكوي نصيب دلوك مزني تجاي بله باعتبار لغة بله دلوك تجيه مزن عذاب هيا شاوكو جهوال نواية تشيره هيا فلا يستعجلون يدي بلا مع أوا عجلة ذكر حناك خد پیغمبر ذكرن ودبوتن أب وعدتا نراستا يدي خدای تعالى بجيب فلا يستعجلون بلا عجلة ناكل يعني أب هناك مطلقة يوري في الشوا فويل بله هلاك جوارا للذين كفروا جوان كافرارا أبكو كافر بنا خدا ورسوله من يومهم الذي بله روجاوا الذي يعدون او روجاكو هاتنا وعدكرن تيدا كوي عذاب بسر ودوري او روجي هلاك جواراتي الذنوب الدلو العظيمة او دلو قربيا بمدى ان بجم دولك يعني او قضايا مظن وهذا تمثيله يعني ما أبا هنيك خدای تعالى يعني وكان تشبيه معقول بك محسوسي به يعني جمعي دليل جهنم دل ومر ودير شيء أصل الذنوب أبا في السقاط أبنكو ساقين أبنكو آغي جبيرة تكشينن وضغطوش بكن يتقسمون الماء وآغي تقسيم بكن فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب دولوي تجد كن يوي تجد كن يعني يقول بجنبا ذنوب بهاد بي يك بهاد بي
أصله أبا أو دلوة. قال الشاعر جدوديا لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليل. جمرة ذنوبك جمرة دلوك جوارة دولك وهند قبول لكن شخوة بير يومية وي وقت تحقي هوا تنا أموي جنودنا. وقال عمرو بن شأسن شعر البداية وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوبه. وفي كل حي ده هر قبيلة ده قد خبطت بنعمة بخواستنا وطن نعمة دونا ونعمة تفسر هر كسي هنا فحق لشأس ذنوبه يعني فحق ذنوب يعني دلوه وكا فحق ذنوب لشاة من نداك جوا نعمة كوت بدي خلكي حق هيا هذا كوت دلوكي تبدي شأس شيء هذا أسير البادشاه اف برای کویک مرو بیا هاتیا جه بخوازی کویجی ببردم ایدید بجه حقی ویجی الزلوب کی هیا قال الملك فحق لشخص فحق هاتي حكم الشخص ذا الشخص ذا ذنوب من نداك دلوك مظنش دايناته جويرا حق بيه او يجي حق كبير يعني كتشك كتاوي اسيب يا تاوي قرتي وتاوي برضا تدخل اسيب يا عم بله اسير بيا يدي هاتيا دعوه بردانه اللي يعني اويجي حق كبير لما كنت لي بردي نعمه الويجي بكيت قال الملك ملكوت نعم واذيبت قبله وأمر بإطلاق جميع أسرى بني تميم. قبله النكو يكتني حق كبير بلكي كانت حبجي حق كرنا ويدي أو أسير سري سربس بيا برضه. والمعنى خلاصة آياته فإن الذين ظلموا رسول الله بالتكذيب أو إنكو ظلم كرنا بيغمبر بالتكذيب إنكارا يعني بيغمبر قبول نكنا تكذيب وهي كرنا أو الذين ظلموا من أهل مكة بلي لهم نصيب من عذاب الله. يعني لما مقصد شوي دلوي بلي يعني أو نصيبة مثل نصيب أصحابهم أين وقت ونصيب حوالوا ونظرائهم النظير وقرينوا ومن القرون وجواين كو جوا قرون كو درباز بين وعين وكوا عمل كريم تكذيب وبيغمبر خو كريم كو جوارا هاي أو نصيب جوارا جي هاي. وعن قتادة سجلا من عذاب الله بلى سجلا من عذاب الله بلى يعني أو سجل جديسا يعني معنى نصيبه بلى نصيب عذاب خدا مثل سجل أصحابه بلى من يومهم أو رجوا من يوم القيامة وقيل من يوم بدر هنا قلت إشارة برجا بدر بكي حتى بدي بس بيان داود كن سيدا ايش خو انا ما بلنا السورة قدام ما قام حديثا موضوع ناخوينا اما عباري بخوينا لو معنى نكي لا تواس عبارة بخوينا معنى جي تمام تصاني جانت الصوم امين اصابكم الله خير كثيرا امانة خدا خير وامازن جزاكم الله خير يعني إن شاء الله خدا دار له جنوطا خدا